مشاهدي قناة الكرازة في كل مكان، أقدم لكم حلقة جديدة بعنوان أرى الدم وأعبر عنكم. أرى الدم وأعبر عنكم. هذه العبارة أو الآية وردت في سفر الخروج أصحاح 12 الذي يكلمنا عن خروف الفصح. يا ريت نفتح مع بعض الكتاب المقدس على أصحاح 12 من سفر الخروج ونتابع الموضوع معا. قبل ما أتكلم عايز أوضح معنى كلمة فصح. كلمة فصح ليست كلمة عربية، لكنها كلمة قبطية أو كلمة مصرية قديمة، معناها بصخة. بصخة، وكلمة بصخة معناها بسط الجناحين. بسط الجناحين، وتدينا معنى الحماية والأمان. وكلمة فصح بالعربي أو بصخة بالقبطي أو المصري توازيها باللغة الإنجليزية باسوفر، وباسوفر معناها عبور، هذا المعنى جاي من الكلام الوارد في الأصحاح أرى الدم وأعبر عنكم. سبق وأن فهمنا أن سفر الخروج هو سفر الفداء. استعبد المصريون شعب الله أكثر من 200 سنة، يمكن حوالي 215 سنة. 215 سنة في الذل والاستعباد، لم تسمع ترنيمة واحدة. فكيف يرنمون وهم في حالة الذل والاستعباد؟ اسمع كده المكتوب في الأصحاح الأول عن حالة الذل والاستعباد. يقول كده الكتاب: واستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف، ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن. الحقيقة الكلمات صعبة جدا. كانوا الناس بيضطربوا بالكرابيج ويموتوا بالآلاف، واللي يعيش يعيش واللي ينتهي ينتهي. فالإنسان في الوقت ده ما كانش له قيمة. ودي صورة للي بتعمله الخطية في الإنسان، بتذل الإنسان وتستعبد الإنسان. شوف أحبائي، مفيش حاجة تذل الإنسان إلا الخطية. الفقر ما يذلش الإنسان، ولا الفشل في أي مجال من مجال الحياة، لكن اللي يضيع كرامة الإنسان الخطية. والرب يحفظنا. إنسان في كرامة ولا يفهم، يشبه البهائم التي تباد. الخطية تضيع الكرامة وتضيع الشجاعة وتضيع الشهامة وتضيع الجرأة وتنهي الشهادة وتنهي الخدمة. برضو بنقول يا رب احفظنا من الزلل ومن السقوط ومن الخطية. لقد دبر الله فداء لهذا الشعب. وزي ما قلت لحضراتكم كلمة فصح معناها عبور أو بسط الجناحين. عبور يعني عبور الدينونة من على كل بيت احتمى في الدم المرشوش على القائمتين والعتبة العليا. ولو قلنا كلمة فصح بصخة أو بسط الجناحين، ده يفيد معنى الحماية والأمان. فزي ما قال كده في مزمور 91: بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي. لا توجد حماية وأمان إلا في شخص الرب يسوع المسيح. فإن كان بهذا المعنى أو معنى باسوفر عبور، فكل المعاني تلتقي في أفكار جميلة جدا. الرب عايز يحمي الشعب، يحمينا ويعفينا من الدينونة. ويمكن حضراتكم تتذكرون كلام ده الوارد في إنجيل متى اصحاح 23، لما الرب كده بكى على المدينة ونظر إليها وقال: كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها وأنتم لم تريدوا. أنا حاولت على مدى 3 سنين ونص خدمتي الجهرية إن أنا أوصل لكم صوت وأردكم إلى الوضع الصحيح وأجمعكم كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها
ولكنكم لم تريدوا. نعلم أن الفرق الدجاجة تبسط الجناحين لكي تدفي الفراخ وتحميهم، وهكذا الرب بخوافيه يظللنا وتحت أجنحته نحتمي. لكن قال لهم ولكنكم لم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. فالذين رفضوا الاحتماء في شخص الرب يسوع المسيح من هذا الشعب، كما ذكر الرب هذا الكلام الهام في متى 23 بعد 35 سنة من صعود المسيح، جه تيتوس الروماني ودمر الشعب. تيتوس الروماني جه من روما ومع جيش قوامه 100,000 عسكري، ودخل إلى مدينة أورشليم وهد الأسوار وحرق الأبواب ودمر البيت الهيكل وترك خرابا لم يترك فيه حجر على حجر، وتمت نبوة الرب إن الذي يرفض المسيح لا ينتظر سوى الخراب والدمار، لكن الذين يقبلون المسيح ينتظرون العمار والسعادة والبركة. ده اللي مكتوب عنه في إشعياء 32: ويكون إنسان كمخبأ من الريح. هو ده خروف الفصح الحقيقي. وستارة من السيل كسواقي ماء في مكان يابس، وكظل صخرة عظيمة في أرض معية. تعالوا بينا نشوف الأفكار الجميلة الحلوة اللي في إصحاح 12 من سفر الخروج. أذكركم برضو إن هنا الذبيحة للبيت سبق وذكرنا في سفر التكوين كانت الذبيحة للفرد، فسواء بالنسبة لآدم أو حواء أو بالنسبة لهابيل الذي احتمى في الذبيحة. سفر الخروج الذبيحة مش للفرد لكن الذبيحة للبيت للعائلة. وسفر اللاويين اصحاح 16 الذبيحة للأمة في يوم الكفارة العظيم. وبعدين لما جه الرب يسوع المسيح الذبيحة بتاعته كافية للكل وغطت العالم كله، هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو أول شهور السنة. أفهم كده أن الشهر ده أصلا ما كانش رأس الشهور، ده كان الشهر السابع بحسب الترتيب العبري، الشهر السابع. فالشهر السابع بقى الشهر الأول، يعني الرب غير التاريخ. الشهر ده كان اسمه شهر أبيب، اللي هو بعد السبي يتسمى شهر نيسان، أبيب أو نيسان. فالتعليمات دي جت في شهر أبيب، وشهر أبيب يوافق عندنا شهر 4 شهر أبريل، حيث الحصاد وسنابل القمح بتبقى في قمة النضج، يعني أعياد وأفراح. فيقول لهم هذا الشهر اللي هو شهر أبيب أو شهر نيسان أو شهر أبريل هيبقى بدل الشهر السابع هيبقى الشهر الأول. طب لماذا تغيرت بداية السنة؟ يعني أصبحت هنا سنة جديدة. يبقى أصبح اليهود النهاردة عندهم بدايتين للسنة: بداية السنة المدنية وبداية السنة المقدسة. بداية السنة المدنية تبدأ بشهر إيثانيم اللي هو شهر 9، وتنتهي بشهر أيلول اللي هو أغسطس. دي بداية السنة المدنية العبرية، إيثانيم وتنتهي بأغسطس. لكن السنة المقدسة أو الدينية حسب خروج 12 تبدأ بشهر نيسان أو أبيب أو أبريل. فإذا كانت السنة المقدسة تبدأ بشهر أبيب يبقى تنتهي بشهر مارس أو أذار. اللي عايز أقوله إن من الذي غير التاريخ ومن الذي جعل بداية جديدة لسنة جديدة؟ خروف الفصح الذي يرمز إلى المسيح. نحن متأكدين تماما أن ما نتكلم فيه الآن هو رمز وإشارة إلى المسيح. واللي عايز دليل واضح كورنثوس الأولى أصحاح 5 قال الرسول بولس: لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. يبقى ما كان يتكلم عنه موسى في خروج 12 كان من بعيد يرمز إلى المسيح، وكأن موسى وبولس جنب بعض، فموسى يكتب عن الحق بالرمز
وبولس يقول أن هذا الرمز يلتقي في المسيح، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا فلنعيد. يبقى إذن في عيد، أيوة في عيد، وأساس العيد الحقيقة هو خروف الفصح. أساس العيد الحقيقة هو شخص الرب يسوع المسيح. لا توجد أعياد وأفراح بدون المسيح. بدون المسيح لا معنى لأي عيد أو أي فرح أو أي أمر يفرح القلب. وبعدين مش بس هنا خروف الفصح غير تاريخ السنة، وده اللي بنشوفه في مجيء المسيح. من ضمن الأمور العظيمة المرتبطة بتشريف المسيح لينا على الأرض بحسب الجسد، لما جاء المسيح بدأ بينا سنة جديدة، بداية جديدة، فأصبح في تقويم ميلادي جديد. يعني من آدم إلى المسيح حوالي 4000 سنة. لما جه المسيح ما قلناش 4001 4500 5000 6000، لا، من 1 إلى 4000 سنة ده المسافة الزمنية ما بين آدم والمسيح. لكن لما جه المسيح بقت السنة الأولى الميلادية، السنة الثانية الميلادية، 3 ميلادية، 4 ميلادية، لغاية النهاردة 2021 ميلادية. ولما يتكتب تاريخ من التواريخ القديمة في العهد القديم يقول لك قبل الميلاد، وإذا كتب التاريخ بعد ميلاد المسيح يقول لك بعد الميلاد. فمن الذي قسم تاريخ العالم إلى قسمين، قبل الميلاد وبعد الميلاد؟ لا، ده المسيح نفسه. فالمسيح قسم تاريخ العالم إلى قسمين، قبل الميلاد وبعد الميلاد. وكل دول العالم بتعترف بالتاريخ الميلادي. كل دول العالم، قارات العالم تعترف بالتاريخ الميلادي. إذن ميلاد المسيح حقيقة. عشان كده زي ما خروف الفصح جعل بداية جديدة لسنة جديدة، هكذا ميلاد المسيح غير التاريخ وقسم تاريخ العالم قسمين. إنه حدث جلل وحدث عظيم جدا. يقول بقى في العاشر من هذا الشهر اللي هو شهر أبيب تعملوا إيه؟ يأخذون كل واحد شاة، كل بيت يجيب شاة في العاشر من هذا الشهر. وبعدين لو البيت مش قادر يشتري أو يجيب شاة، يشتركوا بيتين مع بعض، يشتركوا 3 بيوت مع بعض. يعني الشاة ممكن يكفي لبيت وبيتين و3، لكن ممنوع إن الشاة تتقسم 2 بعد الذبح ويبقى نص هنا ونص هنا، لا، البيتين ينضموا مع بعض، ال3 بيوت ينضموا مع بعض، لكن الشاة لا توزع ولا تقسم. طب اطلع بفكرة ان الشاة دي كافية لبيت و2 و3. ذبيحة المسيح كافية مش لبيت و2 و3، لكن كافية للكل. ما عمل المسيح على الصليب يكفي للعالم كله. فهنا عدم الكفاية لا ينسب للذبيحة لكن ينسب للبيت. وبعدين يجيبوا الخروف ده في اليوم العاشر ويحطوه تحت الحفظ لغاية اليوم 14، تحت الحفظ إلى اليوم 14. وكمان يكون ذكر ابن سنة تأخذونه من الخرفان. يعني أنثى ما ينفعش، كبير في السن ما ينفعش، لكن ذكر ابن سنة. يعني هو ممكن يعيش أكتر من كده. طب يعني ليه ابن سنة؟ هنا ذكرنا بشخص المسيح، فكان ممكن المسيح على الأرض يعيش أكتر من كده. يعني هو كل الفترة اللي عاشها على الأرض 33 سنة ونص، والمدة الطبيعية اللي بيعيشها الإنسان في حدود 70 أو 80 سنة. يعني مزمور 90 أيام سنين 70 سنة، وإن كانت مع القوة 80 سنة. فالرب يسوع المسيح ما حصلش 70 سنة، لكن مات في نصف أيامه 33 سنة ونص. وده اللي المدلول بتاع الإشارة إلى أن الشاة تكون ذكر ابن سنة. يعني المسيح مات في نصف أيامه. وده اللي نقراه في مزمور 102. مزمور 102: ضعف قوتي قصر أيامي، أقول يا إلهي لا تقبضني في نصف أيامي.
فالمسيح لما مات على الصليب ولما قطع على الصليب بالموت مات في نصف أيامه. ده مدلول الكلمة إن يكون ابن سنة، لكن ذكر ده مجد من أمجاد الرب يسوع المسيح باعتباره الرجل، رجل مشورات الله أو إنسان الله. هيكون عندكم في الحفظ إلى اليوم 14، يعني هيجيبوا الخروف ده في اليوم 10 ويحطوه يحفظوه في البيت 4 أيام لغاية اليوم 14. طب ليه؟ علشان يبقى تحت الفحص والاختبار، يشوفوا كده إذا كان أعرج ما ينفعش، أعور ما ينفعش، هزيل ما ينفعش، بمرض ما ينفعش، بيعرج ما ينفعش. الله، هو يعني لازم ما هو كده كده هيندبح؟ لا، مش كده كده هيندبح. ده هنا موضوع، ده مش أكل عادي. وزي ما هنشوف لو أكل عادي ما كانش يقول الكلام ده، يحدد يقول ذكر وابن سنة ويتجاب في اليوم 10 ويتحط تحت الحفظ 4 أيام، ولما تيجي تاكلوه بطريقه معينه وبوصفات معينه، والدم ما يترمش على الارض ويتحجز، وبعدين يتذبح في العشيه. وزي ما هنشوف ده موضوع مش اكل، مش غدوه، لا ده درس، ده مش اكل، ده درس بيقودنا الى المسيح. فالنهارده احنا بنتعلم اهم درس. بيقال ان اصحاح 12 من سفر الخروج هو القمة، قمة الجبل في سفر الخروج. زي ما اتكلمنا عن يوم الكفارة العظيم في لويين 16، هذا الأصحاح هو قمة سفر اللويين. يعني لويين 16 قمة الجبل بتاع سفر اللويين، خروج 12 قمة الجبل بتاع سفر الخروج. فيتحط تحت الحفظ 4 أيام. المسيح لما جه له المجد وعاش على الأرض 33 سنة ونص، خدم خدمة جاهرية 3 سنين ونص، ثبت كماله، ثبت روعته، أنت أبرع جمالا من بني البشر، حلق وحلاوة وكل مشتهيات. 4 أيام تحت الحفظ، الخروف تحت الحفظ. ليه 4 أيام؟ عندنا 4 أناجيل، متى مرقس لوقا يوحنا. فال4 الأناجيل كتبوا عن حياة المسيح وآلام المسيح، أعمال المسيح، معجزات المسيح، تعاليم المسيح، رحلة المسيح على الأرض. ثبت كماله وقال مرة متحديا: من منكم يبكتني على خطية؟ مين يمسك علي غلطة؟ ده المعصوم من الخطأ، الذي لم يعرف خطية، والذي لم يفعل خطية، والذي ليس فيه خطية، وحسب كلام الرسول بولس في عبرانيين أنه بلا خطية، رئيس كهنة عظيم ابن الله بلا خطية. فلم يعمل خطية، لم يعرف خطية، ليس فيه خطية وبلا خطية. من هو هذا؟ هو الله الذي ظهر في الجسد، القدوس المولود منك يدعى ابن الله. آدي مدلول الحفظ 4 أيام، ثبت كمال المسيح. طيب لما يجي يندبح الخروف تذبحوه امتى؟ الصبح يعني؟ ما ينفعش. طب الظهر؟ ما ينفعش. طب العصر؟ ما ينفعش. امال ينفع امتى؟ في العشية بين العشاءين. وما مدلول هذا الكلام؟ زي ما قلت لحضراتكم ده مش موضوع اكل، يعني بين العشاءين. فذبح الخروف مرتبط بمشهد ليلي. شوفوا احبائي، لو كان اكل عادي او غدوه عاديه، يعني الواحد لما يحب يتغدى بخروف مثلا مشوي او ياكل خروف مشوي، هياكله امتى؟ الصبح ما ينفعش، بالليل ما ينفعش. انسب وقت لاكل الخروف المشوي الظهر. لكن ده مش موضوع اكل، ده درس. يعني يصبح عندما يخيم الظلام، يصبح عندما تغيب الشمس. وده يقودنا الى شخص الرب يسوع اللي علق على الصليب 6 ساعات. 3 ساعات كانت الشمس تشرق على الارض، لكن في 3 ساعات الاخيره كانت ظلمه على كل الارض. ومن الساعه 6 الى الساعه 9 كانت ظلمه على كل وجه الارض.
ونحو الساعة 9 صرخ يسوع بصوت عظيم: إلوي إلوي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. فعملية تحمل الآلام الكفارية وقضاء الله والغضب الإلهي تم هذا ليس في النهار لكن في ساعات الظلمة الرهيبة في الليل. لما في مزمور 22 بيصرخ المسيح بلغة النبوة ويقول كده في مزمور 22: إلهي إلهي لماذا تركتني، إلهي إلهي لماذا تركتني. Why you forsaken me, forsaken me. لماذا نسيتني أو هاجرتني أو تركتني. وكأن المسيح بيقول: أليس أنت الذي شهدت وسررت بي؟ مش كان صوت الأب مرة: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، أو الذي فيه وجدت كل سروري. دلوقتي وأنا على الصليب: هو يو فورسيكن مي، لماذا هجرتني، لماذا نسيتني. صرخة عجيبة في ساعات الظلم، في نهاية ساعات الظلم الرهيبة. وكان الجواب: إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدو لي. وبعدين المسيح يجاوب يقول له: وأنت القدوس. دي الإجابة. لماذا تركتني؟ أنا كنت الحامل لخطايا البشر، كنت مسؤولا عن الإنسان، كنت مسؤولا عما اقترفه الإنسان في حقك. لقد حملت خطية كثيرين، وأنا كنت على الصليب مسؤولا عن هذه الخطايا. ولأنك أنت قدوس وعيناك أطهر من أن تنظر إلى الشر فحجبت وجهك عني. لماذا هجرتني؟ لماذا تركتني؟ لأني كنت أنا الحامل لهذه الخطايا، وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. يا لروعة هذا الكتاب العظيم، ويا لروعة شخص الرب يسوع المسيح موضوع هذا الكتاب. طيب، لما هيذبحوا الخروف في العشية ما يسيبوش الدم يسير على الأرض، لا، ده ممنوع. الدم يتحجز في طشت، في وعاء. ليه؟ لأن الدم ده مش هيترمى على الأرض، لا، ده يترش على القيمتين والعتبة العليا. يترش على القيمتين والعتبة العليا. طيب ليه كده؟ علشان هيعبر الملاك المهلك، ويا ويل وسواد ليل البيت اللي مش مرشوش بالدم، اللي مش مرشوش بالدم. يدخل الملاك المهلك وهنشوف هيعمل ايه. طيب، حطوا الدم ورشوا الدم على القيمتين والعتبة العليا. عايزين ياكلوا الخروف بقى، ياكلوه ازاي؟ ياكلوه ني؟ ما ينفعش. لا تأكلوا منه نيئا أو طبيخا مطبوخا بالماء، في عدد 9، بل مشويا بالنار. أكل ني ما ينفعش، يتاكل اللحم بدمه، ممنوع شرب الدم. أو طبيخا مطبوخا بالمية، في برضه يعني واحد يقول لك نسلق اللحمة على النار، في آلام بس آلام مخففة. يعني ني ما ينفعش وآلام مخففة ما ينفعش. ومن ناكله ازاي؟ مشويا بالنار، مشويا بالنار. حبوا يخففوا الآلام بتاعته. لو حضراتكم فاكرين قبل الصلب ادوا له خل ممزوج بمرار، خل ممزوج بمرار، ده لكن ما شربش، ده قبل الصليب. وكانت دي مادة مخدرة عادة بيدوها للمحكوم عليهم بالصلب عشان يخففوا من آلامه، ده لكن ما شربش. هو شرب على الصليب الخل بس دون أن يكون ممزوجا بالمرار. فهنا الطبيخ مطبوخ بالمية يعني آلام مخففة، لكن تاكلوه مشويا بالنار. يا إشارة إلى شخص الرب يسوع المسيح الذي شوي بنيران الغضب الإلهي لأجل على الصليب. النار اللي كانت هتفضل تاكل وتهرف جسمي وتفضل تولع مولعة فيا إلى أبد الأبدين، احتملها المسيح على الصليب في ساعات الظلمة، في ساعات الظلمة الرهيبة. فكون انك تؤمن بالمسيح صانع الآيات والمعجزات والتعليم الحلوة، وانه قال موعظة الجبل، وده كلام رائع جميل، بس كده دون ان تؤمن بصليب المسيح وموت المسيح ما ينفعش. ده اللي عايز ياكل ني
أو طبيخا مطبوخا بالمية، لكن لابد أن يكون الأكل مشويا بالنار. رأسه وأكارعه وجوفه. تاكلوا رأسه وأكارعه. طب وإيه باقي اللي باقي؟ مفيش حاجة باقية، تاكل كله. بس لما تيجي عند العظم ما تكسرش العظم، وعظم لا يكسر منه، يعني يفضل الهيكل العظمي بتاعه سليم. تاكلوا كل حاجة فيه، رأسه مع أكارعه وجوفه. طب ما ده ما يتاكل كله كله، طب ليه حد التلات أجزاء؟ يبقى عايز يقول حاجة، عايز يقول حاجة. رأسه مستودع الأفكار، أفكار من الرأس. أكارعه الساقين، السلوك، الرجل بتمشي. الجوف الأحشاء والعواطف. فالرأس مستودع الأفكار، خروف الفصح يرمز إلى المسيح. يا ترى أفكار المسيح من ناحيتي إيه؟ أفكارك صالحة من نحونا على الدوام، أعمالك عجيبة تفرح إلى التمام. إن المسيح لا يفكر بالشر، ده بالعكس. لما أقام المفلوج وشاف المفلوج قال له إيه ده؟ مين ده اللي بيقدر يغفر الخطايا؟ ومين اللي يقدر؟ قال لهم لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ انتوا أفكاركم شريرة، والرب يحفظنا من الأفكار الشريرة. وبعدين مش بس رأسه مع كارعه، السلوك. يجب أن يكون سلوكي يتوازى مع خدمتي. خدمة وتعليم وسلوك متعسر، اشطب عصرة، ما ينفعش. اللي مفشل الشهادة في هذه الأيام إن احنا بنوعظ وبنعلم لكن سلوك ما فيش. سلوك لا يتوازى مع تعليمنا. أتكلم عن القداسة وأنا عايش في النجاسة. أتكلم عن إن أنا لا أحب العالم وأنا متورط في مشاريع العالم. أتكلم عن محبة المال وعشتي إن أنا أحب المال. أتكلم عن ضبط اللسان، أتكلم عن السلوك القويم وأنا لساني فالت. ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش إن أنا أعلم وأوعظ وأخدم والسلوك بتاعي متعسر. قال المسيح من عمل وعلم، مش العكس، مش من علم، لا، من عمل في الأول وعلم فهذا يوضع عظيما في ملكوت السماوات. ادي رأسه وأكارعه. جوف الأحشاء والعواطف. تكون لينا أحشاء وعواطف المسيح. قالوا له حضرتك ممكن تشاركنا في عرس حفلة زواج؟ أيوه. مش أنا، لا أنا ما أحضرش حفلات زواج ووقتي ما يسمعش، أنا عندي برنامج وعندي لا 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 لا. راح ودعي يسوع وتلاميذه إلى عرس يوحنا 2 وفرح العرس وبارك المكان. طب ولما عرف ان العازر مريض ومات ودفن في القبر وبقاله 4 أيام، راح. انت رحت ليه يا رب؟ علشان اشارك الاختين واشارك الجموع دي. شيء عجيب، مع ان الرب هيقوم لعازر لكن بكى يسوع. فهنا فرحا مع الفارحين يوحنا 2 في العرس، وبكاء مع الباكين في يوحنا 11 في إقامة لعازر من الموت. طيب بعد كده يقول لا تبقوا منه إلى الصباح. ما ينفعش تبقى جزء ناكله تاني يوم. فالأكل مرتبط بسفك الدم، مرتبط بالذبيحة المشوية. ده تعليم وليس مجرد أكل عادي. طيب ادي كلناه مشوي بالنار، وده خروف. الخروف المشوي يعني طعمه جميل جذاب، ريحته جميل. خلينا بقى نترحرح كده وناكل براحتنا، يعني نقعد كده لغايه الصبح، نقعد تاني يوم ناكل بقى بالراحه كده. لا 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 لا، ده في مواصفات للاكل. شوف طريقه الاكل مشوي بالنار. مواصفات الاكل ايه؟ المواصفات حضراتكم تابعوها في عدد 11 من خروج 12. وهكذا تأكلونه: 1.
أحقاءكم مشدودة. 2 أحذيتكم في أرجلكم. 3 عصيكم في أيديكم. 4 تأكلونه بعجلة. أحقاءكم مشدودة، حزام يعني ليه؟ الخدمة. انتوا بتاكلوا مستعدين تخدموا. لتكن أحقاءكم ممنطقة وسروجكم موقدة. لو 12 وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس. أحذيتكم في أرجلكم. ليه احنا مش هناكل ونقعد ونبيت؟ يبقى لابسين الأحذية وناكل الخروف. ايوه، لان انتوا مش هتناموا اصلي، مش هتبيتوا هنا. يا خبر، ده مش هتبيتوا هنا. عصيكم في ايديكم عشان تستندوا عليها وانتم مسافرين، وتاكلوا بسرعه، تاكلونه بعجله. ليه؟ لان كنتم مش مسافرين، مش هتبيتوا. هو فصح في الرب. طيب، وصلنا لعدد 12. كلام عجيب. فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة، وأضرب كل بكر في أرض مصر. خلي بالك من الناس والبهائم، واصنعوا أحكاما بكل آلهة المصريين، أنا الرب. أجتاز في أرض مصر هذه الليلة، مش الصبح، عشان كده كانوا بياكلوا بعجلة. وأضرب. إيه رأيكم في كلمة؟ مين بيتكلم هنا؟ الرب. هيضرب. هيضرب. احذر من ضربة الرب. الرب قال كده، وأضرب. يضرب كل متهاون، كل مستهتر، كل مستبيح، كل من يسمعنا الآن ويستهزئ بهذا هيضرب. وقريبا جدا هيجي الرب. هو دلوقتي مش بيضرب، لأن اليوم يوم خلاص، والزمان زمان النعمة. لكن متى انتهى يوم الخلاص، وانتهت سنة الرب المقبولة، وانتهى زمان النعمة، هيجي يوم الانتقام وهيضرب. هيضرب العالم كله. يا ويل العالم والناس اللي هتتخلف عن الاختطاف، ويا ويل الشخص لغاية النهاردة اللي عايش بدون المسيح فصحنا الحقيقي وبدون الاحتماء في سفك الدم. لكن شيء ملفت للنظر يا أحبائي، بقول وأضرب كل بكر في أرض مصر. ماشي. طب والبهايم؟ وإيه ذنب البهايم؟ طب الناس ماشي، طب والبهايم؟ ويضرب البهايم؟ أيوة. تعرف ليه؟ هقول لك ليه. لأن معظم الآلهة الوثنية في الوقت ده ممثلة بالحيوانات، وبيدعوا إن الحيوانات دي بتحمينا، زي مثلا الجعران. لغاية النهارده عندنا في اسكندرية في مثلا تمثال أبيس أو عجل أبيس محطوط في متحف. إيه عجل أبيس ده؟ ده واحد من آلهة المصريين. والفراعنة كان عندهم آلهة كتيرة جدا، إله الشمس وإله القمر والجعران وعجل أبيس، وأنا هضرب حتى البهايم. يلي بتدعوا البهايم هتحميكم، شوف بقى مين اللي هيحميكم، لا إنسان ولا بهيمة. وأضرب كل بكر والبهائم، ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، ولا تكون عليكم ضربة للهلاك. أرى الدم وأعبر عنكم. وتقعدوا تاكلوا 7 أيام بعد كده فطير. طيب، أرى الدم وأعبر عنكم. الناس تقول لك إيه؟ طب وهو يعني إيه يعني إن أنا رش الدم على القيمتين واذبح الخروف واكله مشوا بالنار؟ ويعني هو يعني مش مقتنع بهذا الكلام. يعني هو الدم ده اللي هيخلي الدينونة تعبر وكل انتهاء؟ ده قصة. ما دي المشكلة. النهارده بنكلمك عن صليب المسيح، تقول لي قصة.
النهارده اكلمك عن المسيح جه من 2000 سنه وسفك دمه تقول لي لا مش مصدق. فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، بيعتبروا ان ما فعلوا المسيح على الصليب جهالة. ازاي شخص بريء يموت والمسيح يسفك دمه وهو بريء؟ وهل دمه ده اللي هيكفر ويطهر؟ زي هنا بالظبط. الناس مش بتصدق، ينسبون عمل المسيح على الصليب للجهل. فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. رب ساعدنا علشان نقتنع ونثق ونؤمن ونحترم كلام الله وكتاب الله. طيب الرب أعطى التعليمات، في بقى اللي نفذ وفي اللي ما نفذش. زي النهارده في اللي بيسمع ويؤمن وفي اللي بيسمع واللي مش بيؤمن. طيب ايه اللي ما نفذوش بقى واستهانوا بهذا الكلام؟ وارجو بنعمه الرب الا تستهين بما تسمعه الان. لو بتتابع معايا في الكتاب استاذنك بص كده في عدد 29. عدد 29. فحدث في نصف الليل، جت بقى ساعة الصفر، ليلة سودة، ليلة سودة، ليلة باكية، ليلة دموية. فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب. مش قال أنا هضرب أو ضرب، مش قال إن هيجي يبقى هيجي، مش قال إن هيدين يبقى هيدين. يا أحبائي يا أحبائي أمانه معروف، لازم نسمع ونخضع. شغل الشيطان بيشككني، لازم نصدق. اهي جه هيضرب. هنشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. فحدث في نصف الليل ان الرب ضرب كل بكر في ارض مصر. اسمع، من بكر فرعون الجالس على كرسيه الى بكر الاسير وكل بكر بهيمه. يعني من اعلى رتبه لاخر رتبه. فالملك فرعون محتاج للدم، العامل محتاج للدم، الموظف محتاج للدم، العبد محتاج للدم، الفقير محتاج للدم، الغني محتاج للدم، الامير محتاج للدم، الكل. وزي ما انا هضرب بكر كل بهيمه يلي احتميتم في الالهه بتاعتكم دي، عملتوا البهيم الهه. ده حاجه تكسف يعني. في حاجه اسمها العجل ابيس يبقى اله. في حاجه اسمها تعملوا تمثال هو ده اللي بيحميك وهو ده اله الخصب واله اله الحرب ايه ده؟ ايه ده؟ ده خلي بالك حتى نفس اسماء الاسبوع اللي معانا احنا دي النهارده، الاسماء اللي هي السطر دي الانجليزيه، دي كلها اسماء وثنيه. اسماء الانجليزيه اسماء وثنيه. اللي سمى تسميات الاسبوع باللغه الانجليزيه نسبوها الالهه وثنيه. هتقول ازاي؟ اسمع اقول لك ازاي. يوم السبت يعني ساتر داي، ستار داي اصلا. ستار يعني نجم، اليوم المخصص لعباده النجم. يوم الاحد سانداي، SUNDAY، اليوم المخصص لعباده الشمس. مفاجاه مش كده؟ مانداي، مون داي، اليوم المخصص لعباده القمر. تيوزداي، وينزداي، اله الحرب واله الخصب. ايه ده؟ ساترداي، سانداي، مانداي، تيوزداي، دي اسماء كلها مرتبطه بالهه وثنيه. هي بصراحه الافضل الاسماء العربيه. الرب دعا اليوم السابع ايه؟ السبت. السبت يعني راحه. الاحد يعني حد، اول الاسبوع. بالعربي الاثنين اليوم الثاني، الثلاثاء اليوم الرابع، الاربعاء اليوم الثلاثاء اليوم الثالث اليوم الرابع، اليوم الخميس اليوم الخامس، وهكذا. فالناس عبدت معبودات وثنيه، عبدت احجار، عبدت تماثيل، عبدت حيوانات. وهضرب كل بكر بهيمه.
طبعا إلهنا عظيم وعجيب. ويقول لك بقى في عدد 30: وكان صراخ عظيم في مصر، لم يكن بيت ليس فيه ميت. لم يكن بيت ليس فيه ميت. كل بيت فيه ميت. حاجة من الاتنين: يا اما خروف الفصح يذبح بالنيابة ويموت، يا اما انت تتحمل النتيجة، يا اما انت اللي تندبح. مكتوب عن شخص المسيح: كشاة تساق الى الذبح. فصحنا المسيح قد ذبح لاجلنا، اذا لم تحتمي في هذا الذبيح العظيم او هذا الذبح العظيم، الذبح الالهي، هتذبح، هتنال نفس العقاب. هؤلاء الذين لم يريدوا ان املك عليهم اتوهم واذبحوهم قدامي، ارى الدم واعبر عنكم. عدد 31: فدعا موسى وهارون ليلا وقال: قوموا اخرجوا من بين شعبي. اصل دي كانت الضربه العاشره، ففرعون بيقول لهم: خلاص اطلعوا بقى، اطلعوا على شعب الله، اطلعوا روحوا، ده انتوا جبتوا لي الخراب والسواد ما انت ما سمعتش الكلام. اخرجوا من بين شعبي انتما وبنو اسرائيل جميعا، واذهبوا اعبدوا الرب الهكم كما تكلمتم. يا ايه شكل العالم لما يخلو من المؤمنين ومن شعب الله؟ ايه شكل العالم لما يخلو من كنيسة الله؟ وقريب جدا سوف يرفع كل المؤمنين في كل انحاء العالم بالاختطاف، زي ما شعب الله خرج من ارض مصر وسوف يخلو العالم من المؤمنين. حينئذ الرب يدك العالم 7 سنين. وبعدين يقول ان لما طلعوا بقى شعب الله من ارض مصر خدوا معاهم شويه حاجات. طلبوا من المصريين امتعه فضه وامتعه ذهب وثياب. ايه ده؟ احنا هنطلع ادونا بقى فضه وذهب؟ خدوا الفضه والذهب، خدوا فضه البلد كلها، بس اطلعوا بره بعيد عننا. المصريين لشعب الله يعني مش كفايه يطلعوا، لا يطلعوا ياخدوا كمان مقدما اللي خسروه. ذهب وفضه، ايوه ذهب وفضه. ما تنسوش انهم اشتغلوا ببلاش واستعبدوا بالكرابيج وكانوا عبيد ما بيقبضوش. الرب عوض لهم، قال لهم: السنين دي كلها ال 215 سنه دي اللي قعدتوا فيها بقى ما اتظلمتم، لا انا هرد لكم الظلم. هتطلعوا من مصر وتاخدوا كل فضه المصريين وكل دم المصريين. يا احبائي، الله لا يشمخ عليه، فان الذي يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا. وكان العدد اللي طلع 600,000 ماشي من الرجال فقط، 600,000. طبعا عدا الأولاد يعني حسب واحد حوالي 2 مليون شخص. ايه ده كلام رائع جدا. يبقى الرب خرج شعبه واداهم فضة وذهب، عوض لهم عن السنين اللي اكلها الجراد والظلم اللي كانوا فيه، وطلعوا لم يفقد منهم احد. بعد كده تم هذا الكلام في وصيه: لما يجوا ولادكم في البيت يقولوا لكم يا بابا يا ماما ايه اللي بيحصل ده، احكوا لنا. لما نرجع لعدد 26: ويكون حين يقول لكم أولادكم ما هذه الخدمة لكم. ايه اللي حصل؟ نحكي لأولادنا وبناتنا القصة. طلب الرب من شعبه كده. والنهارده لما أولادنا وبناتنا يقولوا لنا يا بابا انت بتروح الكنيسة ليه؟ انت بتقرا في الكتاب ليه؟ يعني ايه الفداء؟ يعني ايه الكفارة؟ يعني ايه الغفران؟ يعني ايه دم المسيح؟ لازم احكي لاولادي واحكي لبناتي، دي مسؤوليه. وطلب كده في سفر الخروج اصحاح 12 ان احنا نحكي لما فعله الرب معنا. فدي احنا بنشكر ربنا من اجل هذا الدرس الحلو
لا حماية إلا في الدم، أرى الدم وأعبر عنكم. العبور العظيم، عبور الدينونة من على كل بيت احتمى في دم المسيح. بقى نقطة أو نقطتين. النقطة الأولى، هل كل سنة كانوا بيعملوا هذا الفصح؟ أيوه. إذا رجعتم لنفس الأصحاح خروج 12 يقول لهم كده إنكم هتعملوا هذا الفصح كل سنة. يعني إيه كل سنة؟ شوف كده، تمارسونه كل سنة في نفس اليوم اللي هو اليوم 14 بنفس التعليمات، بنفس التعليمات اللي أنا قلتها. يعني معنى كده كانت في ممارسات لهذا العمل. أيوه، بس خلي بالك، كل سنة يعملوا الفصح لكن ما يرشوش الدم. يعني يذبحوا الخروف وياكلوه، لكن الدم ما يترشش على القائمتين والعتبة العليا. ودي ملاحظة مهمة جدا جدا جدا. ليه؟ مش كل سنة يرش الدم، لا، أصل الدم اترش مرة واحدة، والدينونة عبرت مرة واحدة. سفك دم المسيح تم كم مرة؟ مرة واحدة. والدينونة عبرت كم مرة؟ هي مرة واحدة. فعمل المسيح لا يتكرر، لكن نعمل له تذكار، تذكار كل سنة في اليوم 14 من الشهر الأول. وده اللي حصل فعلا. يعني عندنا على الأقل 7 مرات يذكر في يوم الفصح. أول مرة في خروج 12، وبعدين تاني مرة الشعب عملوه في البرية، سفر العدد أصحاح 9 مارسوا التذكار ده. وبعدين لما وصلوا أرض الموعد يشوع 5 عملوا الفصح. وأيام المملكة أيام حزقية ويوشية، أخبار الثاني 30 و35. وبعدين بعد الرجوع من السبي أيام عزرا، وده في أصحاح 6. آخر مرة في لقا 22، دي 7 مرة في لقا 22، لما الرب يسوع قال شهوة اشتهيت أن آكل معكم الفصح في هذه الليلة. يبقى من سفر الخروج 12 لغاية لقا 22 7 ممارسات الفصح، بشرط ان الدم اترش على القائمتين والعتبة العليا مرة واحدة، انما اللي باقي ده عبارة عن تذكار لما تم مرة واحدة. طب هل النهاردة احنا بقى نجيب خروف ونذبحه ونشوه بالنار؟ نجيب خروف ونحتمي فيه؟ لا، النهاردة لا يحميك الخروف ولا تحميك اي ذبيحة حيوانية. لا يمكن ان دم تيراس وتيوس يرفع خطايا، لا يمكن أن دم سيران وتيوس يرفع خطايا. كل ده كان رمز للمسيح. كورنثوس الأولى 5، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. فالنهاردة الله لا يقبل كفارة بدم ذبيحة حيوانية، لا يقبل كفارة بدم خروف زي خروف الفصح. لكن النهاردة بعد 2000 سنة من تقديم المسيح ذبيحة، أجيب حيوان واذبحه واقول ده اللي يحميني والدم ده اللي يحميني؟ امال المسيح دمه يبقى عمل ايه على الصليب؟ لا، ده اهانه لعمل المسيح، ولا يمكن ان يقبل اي عمل دون عمل المسيح على الصليب. فالذي يحميك هو عمل المسيح. وناشد كل شخص بمعونة الرب ان يحتمي في المسيح كخروف الفصح الحقيقي، احتمي في الدم. نفسي تسمع القول النهارده، ارى الدم وأعبر عنكم. بشكركم من أجل نعمة الإصغاء. الرب معكم، ألتقي بكم في حلقة أخرى جديدة، والرب يحفظكم. آمين.